ازاي لو عندنا تطبيق على الموبايل بتاعنا بيعلق معانا او مش بيرضى يفتح معانا بكل سهوله بكل بساطه او بيفتح معانا بصعوبه او استخدامه بيبقى تقيل قوي، ازاي نرجعه زي ما كان الاول يفتح معانا بكل سهوله بكل بساطه وبدون اي مشكله ويفتح معانا بكل سهوله وبكل سرعه. كل اللي علينا ان احنا هنروح على التطبيق اللي فيه المشكله. الرئيسية زر الشاشة. احنا هنعتبر مثلا التطبيق اللي فيه مشكله هو الواتساب، وهو ما فيهوش مشكله، ولكن احنا مثلا يعني كتجارب مش اكتر هنعتبر مثلا كاعتبار ان هو اللي فيه المشكله. هنقف عليه بالشكل ده. جوجل واتساب 2038 من الإشعارات. وبعد ما وقفنا عليه بالشكل ده هندوس على ضغطه مطوله. واتساب وبعد ما ندوس على ضغطه مطوله هنقلب لحد ما نروح لكلمه اسمها معلومات حول التطبيق. معلومات حول التطبيق زر هنخش عليه بالشكل ده. معلومات التطبيق. وبعد ما دخلنا عليه بيقول لك معلومات التطبيق، هنقلب لحد ما نروح لكلمه اسمها ايقاف الاجباري. مع و إز ال ضبط ال بي مكان صورة المنبه إصدار فتح إلغاء إيقاف إجباري زر هي دي اسمها ايقاف الاجباري، هندوس عليه بالشكل ده. توقف إجباري. وبعد ما ندوس عليه بالشكل ده جايب لنا قدامنا مربع حواري يقول لك توقف الاجباري، في كلمه اسمها الغاء وفي كلمه اسمها موافق. لو دوستوا حضراتكم الغاء كده مش هيتوقف الاجباري بتاعه، وكده التطبيق هيبقى زي ما هو وحش معاكم ومش هيحصل اي حاجه خالص. ولكن لو دوست موافق التطبيق هيرجع زي ما كان الاول واحسن من الاول كمان. اهو بصوا، إلغاء زر هي دي الغاء. لو دوسنا عليها التطبيق مش هيحصل له اي حاجه خالص واكننا ما عملناش اي حاجه خالص. ولكن احنا هنقلب لحد ما نوصل لكلمه اسمها موافق. موافق زر هي دي بمجرد ما هندوس عليها خلاص التطبيق هيرجع زي ما كان الاول واحسن من الاول كمان. هندوس عليها موافق دي، هي الكلمه دي اسمها موافق، هندوس عليها بالشكل ده. معلومات التطبيق. وبعد ما دوست عليها الكلمه دي اللي اسمها موافق، بمجرد ما هندوس عليها خلاص كده التطبيق رجع زي ما كان الاول واحسن من الاول، وكده التطبيق رجع معانا بكل سهوله وبكل بساطه، وبيجي معانا خفيف عادي ويفتح معانا بكل سهوله وبكل بساطه بدون اي مشكله. اي تطبيق يا اخواتي تقيل معاكم او تقيل قوي معاكم في استخدامه او بيفتح معاكم بصعوبه او مش بيرضى يفتح معاكم بسهوله، بمجرد ما انتوا تعملوا فيه الخطوه اللي انا شرحتها قدامكم دي التطبيق هيرجع زي ما كان الاول. والخطوه دي يكون في علم حضراتكم تقدروا تعملوها على اي تطبيق. اي تطبيق تقيل معاكم في استخدامه او بطيء او مش بيرضى يفتح معاكم بسهوله او مش بيرضى يفتح معاكم بسرعه، بمجرد ما انت تعمل فيه الخطوه اللي انا شرحتها قدام حضراتكم دي التطبيق هيرجع زي ما كان الاول واحسن من الاول بكتير كمان، وهيرجع يفتح معاكم بكل سهوله وبكل بساطه بدون اي مشكله تماما. لحد هنا نكون وصلنا الى نهايه هذا الفيديو بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون مفيد لحضراتكم. لو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار او اي مشكله مواجهه من الفيديو بتاعنا او من فيديوهاتنا عامه او من عالم التكنولوجيا عامه، يقدر يكتب لي سؤاله او استفساره او مشكلته اللي مواجهاه من الفيديو بتاعنا او من فيديوهاتنا عامه او من عالم التكنولوجيا عامه في التعليقات، وانا ان شاء الله باذن الله اشوف كل تعليقاتكم وهرد لكم عليه باذن الله. في اخر الفيديو احب اقول لكم صلوا على النبي. الرجوع الشاشة الرئيسية. إيقاف Talk back. تشغيل AC screen. تسجيل